سادتي، أهلا بكم في هذه الليلة المباركة والمناسبة العظيمة، حيث يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حفلا دينيا بالقصر الملكي بالرباط بمناسبة ذكرى مولد خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة مولد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ذكرى مولد النور ومقدم الهدى وفيها تفيض القلوب شكرا وتزهو الأرواح فرحا بمولد خير الخلق ورسول الحق محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أجواء قدسية تفيض بالتقوى والإيمان في هذه المناسبة الدينية المهيبة. وأمير المؤمنين يسير على نهج جده المصطفى الأمين صلوات الله وسلامه عليه في التمسك بتعاليم الدين السمحة، ويبذل الجهد الجهيد في سبيل قيامه بالأمانة العظمى إبرازا لروح الإسلام القائمة على الوسطية والاعتدال. يكفيك أن الله جل جلاله بالذكر قال أثنى على المحطمات جاءت ألم نشرح تشير إلى علا ومراتب رب البرايا بوأ وأتتك آيات الضحى إلا الذي قد نولا والنجم والأحزاب تنوير بما أعطيت والحجرات تظهر رتبة والنجم والأنفال كوثر والنور تكشف للبرايا جوهرات وبصورة فتح المبين تنزلت رب العباد بفتح ما كتب الشرع إن القرآن لنا كتاب
فصلت آياته نزلا لترفع سيرته هذا محمد المحمود سيرته هذا بار بني دنيا وأوفاها هذا الذي حين حيا بالرسالة في مرحلنا كتعامل مطبقها مدبدا طبي تقول وجود جادلا من لغة الخلق كان وتبات أمهات وجدود تتباهى بك العصور وتسمو بك الياء بعدها الياء نزدان الوجود منك كريم من كريم أباؤه غرماء نسب تحسب العلا خلدتها نجومها الجوزاء حبذا حقد سدد وفخار أنت في اليتيمة العصماء ومحيا كالشمس كضيء أصفرته ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء وتوالت بشرى الهواتف الأحقار ولد المصطفى وحق الهناء أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتملين بالبسم متسمين كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدار في همم بالقدر الرفيع والشكل البديع والصدر الوسيع والكف المنيع الهدي الشفيع صلى الله عليه القدر القوي والوجه الوسيع والخلق العظيم والمجد الفخير الهدي الكريم صلى الله عليه سبحان من شرف في البرية نور الحقيقة المحمدية سبحان من جعل يوم المولد عيد التهاني والسرور المسعد بشرى لنا بالطالع سعيد وبالوفود من كتب الله اسمه الشريفا في تجري فما تعلق به أو انتسب أحد إلا لنبقى يا سيد عمت به سكينة في الطب قد طبت المدينة قد فقت بحسن البهاء وضوء وصفت بالجميل يا عز الأنبياء وتاج المرسلين صلى عليك ربنا في كل حين عليك وعلى آلك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحسن والجمال
والبهجة والكمال والبهاء والنور واللسان الشكور. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأواب الناطق بالصواب المنعوت في الكتاب صلى الله عليه وعلى آله صلاة يتجدد بها حضوره ويشرف بها في الميعاد بعثه ونشوره. صلى الله عليه وعلى آله في كل محفل ومقام أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الشمس التي أشرقت في قلوب العارفين وعلى وصحبه صلاة محبة فيك نكون بها على كلمة سواء متآلفين. اللهم صل وسلم وبارك على سر إيجاد البرايا والأكوان وعلى آله وصحبه صلاة عافية في القلوب والأبدان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي رفعت ذكره في الدارين بالخلق العظيم وعلى وصحبه صلاة تقربنا بها يا وهاب تقربنا بها يا وهاب من رضا جنابه الكريم. صلى الله وصلي على المختار لآل هاشم صلاة بها نفسي تنال مناها من الرحمن غفران زلتي وتقريبها مما يكون شفاها اعتصام بالنبي محمد أجل ورانا
بعنايتي تسمو على جوزائي ما ضاق جابك بالعظائم كلها عند المهيمن أكرم كرمائي أنت الملاذ إذا وراد الناس نار الهموم وشدة اللهواء وتقاصرت ذمم الكرام وحلقوا ببابك واسع إعطائي يا رسول الله عطا فرقت اليوم بابا كل زادي صدق حبي أرتجي فيه حسابا لا أخيف الله يحكو ويهدينا نثابا وهو رحمن رحيم إن دعوناه استجاب لنا لذاك يغفره لعاصي ومن يرجى إذا حجب رجاء سوى ربي لسائله مجيب لأطاف إذا نزل القضاء فيا الله يا ربا مغيثا بنا ضر وأنت لنا الشفاء وأنت بنا رحيم لا نبالي بعظم الدم أنت له الكفاء إليك تماد أمواج لراحي ويرتفع الدعاء فيا نفسي عليك بحسن ظني فإن الله يفعل ما يشاء يا نفس لا تقنطي التي عظما إن الكبائر في غفرانك الأمم على رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في الحساب يا ربي واجعل رجائي غير منعكس عليك واجعل حسابي غير منعكس وقف بعبدك في ضرين له صبر المتى تدعو الأول يا نازلي ودالس في صلاتك دائمة على النبي بمهل ومرسل نحت عددات الآن ريح صلاة السحاب يا غني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا الآل والصحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك
أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم والختم بالمولانا أمير المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم على آله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحابته الأكرمين. مولاي أمير المؤمنين، بمناسبة إحياء المولد في العام الماضي تفضل جنابكم الشريف بصفتكم أميرا للمؤمنين وحاميا لثوابت هذه الأمة، تفضلتم بتوجيه المجلس العلمي الأعلى من أجل القيام بما يليق من التذكير والتنوير برسم الاحتفال بمرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد حفلت السنة يا مولاي بمجالس الابتهال والتعليم، فنسأل الله الحميد المجيد أن يضيف ما تنزل في تلك المجالس من فيوض الرحمة إلى سجل مبرات جلالتكم، وأن يضاعف به الأجر في صحيفتكم. مولاي أمير المؤمنين، إن تعلق الأمة المغربية بالجناب النبوي المنيف له
تجل سياسي وتجل عاطفي، ولكليهما سناد شرعي. فأما التجلي السياسي فهو إسناد إمامتهم العظمى للشرفاء من عطرة الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وذلك على البيعة لحفظ الأرض والثوابت وضمان التحكيم العادل بين مكونات الأمة. أما التجلي العاطفي فيتمثل في تبريزهم في ذكر المقامات المصطفوية، بدءا بكتاب الشفاء للقاضي عياض، ومرورا بكتاب الدر المنظم للعزفي وكلا العالمين من مدينة سبته، ووصولا إلى كتاب دلائل الخيرات للإمام الجازولي. وكان هذا الكتاب شعارا المغاربة في تعبئتهم لتحرير المدن المحتلة على المحيط الأطلسي في بداية العصر الحديث. مولاي أمير المؤمنين، إن الأمة المغربية المجبولة على اللجوء إلى حمى رسول الله بالاتباع برهانا على المحبة تشهد اليوم أن علماءها وهم يستحضرون قوله صلى الله عليه وسلم: ألا هل بلغت؟ يعملون ضمن خطة تصديق التبليغ على إقناع الناس بكل وضوح وبساطة بأن التوحيد الذي دار عليه القرآن الكريم وتبليغ النبي الأمين هو المتمثل في التحرر الخلقي من الأنانية الفردية والجماعية، تحررا يتيسر به الإصلاح العملي للتدين. حفظ الله سيدنا الهمام، والسلام على المقام العادم الله. الله يبارك عم سيدي. وبهذه المناسبة يقدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بين يدي أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله كتاب ذخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج، وهو الكتاب الذي ألفه في ذكر شمائل الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام الشيخ محمد المعطي الشرقي، وهو من شيوخ الزاوية الشرقاوية في أبي الجعد. قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطبع هذا الكتاب ونشره بالاعتماد على عشرات المخطوطات في المكتبات الملكية والعامة والخاصة في المغرب وفي الخارج. يأتي هذا النشر عملا بتوجيهات أمير المؤمنين حفظه الله، الذي دعا في العام الماضي في رسالة إلى المجلس العلمي الأعلى إلى إحياء ذكرى مرور 15 قرنا قمريا على ميلاد الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، على أن يكون ضمن فعاليات هذا الإحياء نشر عناوين من تراث المغاربة في ذكر الصلاة على النبي وما كان لعلماء المغرب فيها من التبريز. إلى هنا نودعكم سيداتي سادتي، وإلى اللقاء.